الجوكر وقشاش السينما المصرية، دي الألقاب اللي أطلقها عليه جمهوره الفنان حسن حسني. وأرملة الفنان حسن حسني ماجدة حميدة كتبت في كتاب المشخصاتي عن مواقف كتيرة في حياة الفنان، وقالت إن من أصعب المواقف اللي كان بيمر بيها لما توفت بنته رشا، وقالت إنه مر بأقصى فترة حزن من ساعة ما اتعرفت عليه. ولما توفى الفنان علاء ولي الدين فضل لأكتر من 20 يوم بيبكي عليه، وأكدت إن دول أكتر مرتين في حياته شافتهم حزين بالشكل ده. وقالت عنه إن كان بيعشق المسرح بشكل كبير، وده كان بيخليه بيسهر كتير. أما هي فكانت على العكس، كانت بتحب النوم، وكانت فاكرة إنه لما يرجع البيت تعبان من الشغل كان هينام، لكن على العكس كان برضه بيحب إن هو يسهر، وده كان بيخليها تغضب. وقالت في مرة من المرات قلت له من حق الإنسان إن أنام، والموضوع ده فضل فاكره، وفي كل مرة كنا هنتخانق فيها كان بيقولي حقك الإنساني، اوعي تنسي حقوقك الإنسانية، وده كان بيحول الخناقة لهزار. والفنان حسن حسني اتولد في 19 يونيو سنة 1936 في حي القلعة، وده اليتم في فترة مبكرة من حياته لما توفت والدته وهو عنده 6 سنين. ونشأته يتيم أثر في شخصيته، فبقى أب عاطفي جدا وشديد التعلق بأبنائه وأحفاده، وشملت أبوته أبناء زوجته السيدة ماجدة حميدة اللي قالت عنه ولادي غير ولاده، لكنه كان أب للكل وعلمهم كل حاجة، وكان مدلعهم آخر دلع ورباهم وجوزهم. وفي بداية جوازي منه ولادي رفضوا يقولوا له يا بابا، وكانوا بيقولوا له يا أنكل، وهو كان بيتضايق من كده، لكنهم بعد فترة لقيتهم لوحدهم بيقولوا له يا بابا. وأولادي وأولاده كانوا حاسين إن هم إخوات ومفيش أي فرق بينهم. والفنان حسن حسني بدأ مشواره الفني من المسرح، وكان عضو في فرقة المسرح ببداية الستينات، وبعد حل المسرح اتنقل بين مسرح الحكيم والمسرح القومي والحديث، وانضم لفرقة جلال الشرقاوي واشتغل فيها حوالي 10 سنين. والجمهور اتعرف عليه في التلفزيون من خلال مسلسل أبناء الأعزاء شكرا مع عبد المنعم مدبولي سنة 1979. وكانت بداية حسن حسني في السينما من خلال دور صغير في فيلم الكرنك اللي قدمه نور الشريف وسعاد حسني وإخراج علي بدرخان سنة 1975، ولفت الأنظار ليه كممثل قادر على أداء أدوار الشر في فيلم سواق الأتوبيس إخراج عاطف الطيب اللي استعان بيه بعد كده في عدد من أفلامه منها البريء والبدروم والهروب. وانطلق حسن حسني للنجومية في التسعينات، وانتشر بشكل مكثف في الأعمال الفنية، وأصبح عامل مشترك في الأفلام والمسلسلات وبرضه المسرح، وشارك في أفلام أبرزها دماء على الأسفلت، بخيت وعديلة، ناصر 56، وعبود على الحدود، وغيرها من الأفلام الناجحة. ومع بداية الألفية اتجه للأدوار الكوميدية مع الوجوه الشابة. والفنان محمد سعد أكتر ممثل شاركوا في أعماله الفنية، ووصل عدد أفلامهم مع بعض ل 12 فيلم. وبعده هاني رمزي برصيد 9 أعمال. وبعده الفنان أحمد حلمي وصل عملهم مع بعض ل7 أعمال فنية. واشترك مع كريم عبد العزيز في 4 أفلام. وكان علاء ولي الدين أوائل الوجوه الشابة اللي ساعدها حسن حسني في تقديمها، وقدم معاه 4 أفلام. والفنان حسن حسني قدم حوالي 500 عمل بين السينما والمسرح والتلفزيون، وكانت النسبة الأكتر منهم خلال آخر 20 سنة، ودخل قائمة الفنانين الأكثر مشاركة في الأعمال الفنية خلال تاريخ الفن المصري. والفنان حسن حسني اتوفى يوم السبت 30 مايو سنة 2020.